في واحدة كانت بتراعي ربنا في أمها، هي وجوزها كانوا بيعتبروها ان هي اغلى شيء في حياتهم، وبالفعل هي كانت كده. لكن في يوم من الايام حصل شيء غير المتوقع. اضطرت ان هي تسافر لمحافظة تانية، بس ما كانش ينفع تاخد امها معاها. والام عشان بتتكسف من جوز البنت فقررت ان هي تروح عند اخوها. طبعا فكرت لما تروح عند اخوها وتعيش مع مراته، لان اخوها كان متجوز جديد هو ومراته. قالت ان هي لما هتروح عند ابني ومراته هيراعوا ربنا فيا زي ما بنتي كانت تراعي ربنا فيا، والغريب بيراعي ربنا فيا. راحت الست يعني عند ابنها ومراته، وطبعا شافت اللي محدش كان يتوقعه، واللي طبعا غير حاجات كتير جدا في المفاهيم. خليني اقول لكم، البنت سافرت على شغلها في امان الله، وكانت قبل ما تيجي زيارة تقول لمين؟ تقول لاخوها ومرات اخوها ان هي جايه تزورها زياره، وتجيب لها طبعا حاجات ومحتاجات زي ما هي متعوده. واول ما تعدي على امها ما شاء الله عليها، ريحه المسك والعنبر بتجيب من التايه، وشعرها مشط وزي الفل ما شاء الله عليها. الست كل ما تتكلم مع بنتها عينيها تكون مليانه دموع، وكانها بتقول لبنتها خديني معاكي. والبنت تحس انه في نظره غريبه في عين امها، وطبعا هي شايفه شوف عينها المعامله زي الفل. تقول لها يا ماما حلوه الهدوم اللي جبتها لك، يا ماما حلو الشاي، حلو مش عارفه ايش، حلو اللي جبت لك. الام بتقول تسلم ايدك يا ماما. عينيها بتحكي كلام عكس لسانها. ودار الزمان وجت كمان الزياره لامها، لقت امها بتتكلم برضو وكانه في عينها في كلام تاني. قالت الأم لبنتها يا بنتي بينفعش تاخديني معاكي حتى لو بضل عبال ما تيجي من شغلك. قالت لها والله يا ماما بخاف تشرقي، بخاف تكحي، بخاف تقعي، بخاف تزحلقي، وانا بقعد فتره كبيره جدا في الشغل يا امي، وانتي محتاجه رعايه ومحتاجه اهتمام. واخويا ومرات اخويا مش مقصرين، واللي بجيبه لك بديهولك يا امي، واللي انت عايزاه مني عينيا الك الاتنين. تقولها يا اما طب حاولي تاخديني معاكي يا ما، هي مش عايزه تشيلها من اخوها ومرات اخوها. وتالت مرة ورابع مرة في الآخر قالت ايه؟ قالت لها بصي يا ماما، انا هقولك اشي والله العظيم هذا صار. انه مرات اخوكي هادي يعني الله يلعنها دنيا واخرة، بتحرمني من كل اشي، وبتاخد الهدوم اللي انت بتجيبها لي، وما بتخلي اشي موجود معايا. تروح تسأل مرات اخوها، تقول لها مرات اخوها والله امك باين صابها وزهايمر، وبتنسى اللي بعمله معاها حلو، وبتقعد تقول كلام غريب. والله ما انا عارفه اعمل ايه، اخدها لدكتور. وطبعا عامله فيها الملايكه البريئه. ومره مرة الام تعيد نفس الكلام هذا، الا اذا في يوم من الايام البنت يعني قلبها كده بقى مش مطمن، قال طب ما اجي ازور ماما على غفله. وبالفعل ما اتصلتش فيهم قبل ما يجوا، ولسه جايه من السفر ودخلت البيت على امها، لانه امها كانت ماخده اوضه لوحديها، يعني زي خارجيه، باب اوضه كده خارجيه وفيها حمام وفيها مطبخ، بس في نفس شقه مين؟ اخوها، بس باب لوحدها. المهم فرحت ايه بتفتح الباب وتلاقي امها يا عيني مسكينه بتاكل عيش ناشف وعليه سكر، والنمل محوطها من كل مكان. البنت جريت على امها تحضن في امها وتعيط، يا ماما ايش هذا اللي انت فيه؟ وين يا ماما الريحه الحلوه؟ وين المشط؟ وين كذا؟ قالت لها ما انا قلت لك يا امي، هما ما بيعاملوني كويس الا لما يعرفوا ان انت جايه يا امي. يا امي قلت لك خديني معاكي يا امي، انت اللي ما رضيتيش تاخديني. قلت لك خديني انا برضه معاكي، اقعد على بلاطه لحد ما يصير. البنت صارت تحضن في امها وتعيط، وتفتح الدولاب تاخد امها تحميها، لا تلاقي بنطلون ولا تلاقي هدوم. صارت يا عيني تمسح الارض لامها من النمل. وطبعا الست عندها مرض السكر، واسنانها مركبه اسنان اللي هي ضب اسنان تقريبا ولا اسمه ايه مش فاكره. ويعني حالة لا يرسلها. جابت اخوها ومرت اخوها وقالت لهم ويلكم من الله، الله ينتقم منكم دنيا واخره. وين الفلوس اللي ببعتها لامي؟ وين الاكل اللي ببعته لامي؟ وين الدنيا اللي بعملها لامي؟ حرام عليكم انتوا، يعني كيف انتوا ما خفتوش من بكره؟ والله كما تدين تدان، انتوا ما عملتوش حاجه لبكره، ده ربنا هينتقم منكم اشد انتقام، ده انتوا بتزرعوا لبكره. ازرع اليوم اللي هتحصدوا بكره. واللي صار يا جماعة الخير، الست أخدت البنت أخدت إمها وحمتها. الله يعزكم، أنا بوصف لكم الموقف، عايزة أقول لكم الحشرات بتاعت الراس تقع على جسمها، وحالتها حالة ما يعلم بها إلا رب العالمين. وأخدت أمها عندها الدار، وسابت الشغل عشان ترعى إمها. قالت ملعون الشغل اللي يخليني أخسر دنيتي وآخرتي، وإمي هادي في رقبتي ليوم الدين. واخدت إمها تاني. عايزة أقولكم الست ديت الأم الكبيرة ماتت، وعايزه اقول لكم الاخ بقى حما،
والام حماية، ونفس المعاملة اللي كانوا بيعاملوها للست الكبيرة اتعاملت. وده اللي بيأكد لي انه كما تدين تدان. وهم ظلموا الست الكبيرة، لا رحموا كبرها ولا هو رحم امه بكبرها ولا اي شيء من هذا كله. ربنا حرموا المال وحرموا كل اشي فيه راحة، اداله البنون اللي يتعبوا قلبه، اللي يجروه من جسم لجسم، الابن اللي يهين الام، اللي هي الام اللي هنت حماتها، ده ابنها بيهينها. الناس ما بتبطلش سمع صوتها هي واولادها، دي بتدعي على اولادها ربنا ينتقمهم، تقول لهم اتقوا الله فيا. طب انا بس يعني ما سمعت القصه قلت طب هي فين؟ ما اتقتش الله في في الست الكبيره ليه؟ الست ماتت وهي بتقول حسبي الله ونعم الوكيل. اللي عايزه اقوله يا جماعه، الدنيا صغيره وبتطير طير، اليوم انت كنه بكره تبقى حمايه. فحبي لنفسك كما تحب، يعني حبي لغيرك كما تحبي لنفسك، اتقي الله في نفسك. والله اللي عندها ولد هتبقى في يوم من الايام حمايه. ربنا جازى لبنتها وجازى جوز بنتها وفتح عليهم من وسع، وهي ربنا ضيقها عليها زي كأنه، عايزه اقولكوا كأنه علبة تونة صارت حياتها. فاتقوا الله، اتقوا الله في كل حد كبير. ولو عايز راحة يعني فعلا نفسية ومال وكده، اذكر الله دايما وراعي الكبير. يعني احنا يعني الكبير بيحنوا على الصغير، والصغير بيوكر الكبير وبراعي ربنا فيه، فربنا بيراعيه. ربنا يلطف بالجميع يا رب.